عمرو دياب بيقول ايه؟ انا بطمن عليك مش عايز حاجه منك. ليه كده يعني؟ انا الاغنيه دي بصراحه وقفت قدامها كتير. كلمات عزيز الشافعي والحانه وحاجه في منتهى العذوبه والجمال، وانت بتسمعها كده تبقى عايز تعليها لو انت سايق، ولو راكب مواصلات وسامعها راجع لورا في الكرسي كده، وحاجه في منتهى الانسجام. بس تقف عند كلامها تستغرب جامد قوي. يعني انت دلوقتي كبطل للاغنيه بتطمنه ومش عايز حاجه منه. طب يعني احنا عمالين نسمع في فيديوهات موف اون، عمالين نقرا في تجارب ناس قد ايه تخطت بعد مراحل حب صعبه جدا. فانت لما بتيجي تطمني وانت مش عايز حاجه مني، طب امال انت عايز ايه؟ لا وكمان بيقول ايه؟ مش بحكي عن الرجوع، مش ده الكلام ولا ده الموضوع. طب انا ابتديت احس ان لا، احنا قدام شخصيه كانت توكسيك اثناء العلاقه وما زالت مستمره انها توكسيك. يعني انت اصلا مش عايز ترجع، وبتاكد كمان وبتسال مش ناقصك اي حاجه ولا ناقصك اي حد. هو في الواقع والمنطقي ان انت اللي ناقصني، ما هو ده بالعقل، لكن انت جاي كمان تسال وتتاكد مين اللي ناقصني. يعني ده نقدر نسميه، يعني ده استفزاز مثلا ولا ده ايه؟ يعني ده تلذذ في عذاب الاخر؟ انا ما فهمتش. انا وقفت قدام الاغنيه معجبه بيها جدا وحباها جدا، بس ما قدرتش استوعب ان في حد بيحب حد وبالقلب انا بسلم مدام عز السلام بالايد. يعني تحس اللي هو انت ليه مصعبها علينا كده؟ يعني طالما انت للدرجه دي عندك احساس تجاه بالمسؤوليه ومش عايزنا كل لوحدي وبتطمن يا ترى انا ناقصني مين، فطب ايه كان ايه لزومه؟ يعني انا عايزه الاقي تبرير او تفسير احنا ليه اصلا بقى العلاقه دي انتهت. هو بصراحة برضو بعيدا عن الهزار لثواني كده، في علاقات ممكن تكون متحضرة جدا والناس اللي فيها مشوا لأسباب دفينة سرية محدش يعرفها غيرهم. ممكن تكون الأغنية دي بتخاطبهم، يعني ممكن يكون في فئة متحضرة كده مازال عندهم مشاعر تجاه بعض، بس هم مش قادرين يتواصلوا تاني. قلة قليلة تتعدى على الصوابع موجودين، مش بننكر، ويجوز الأغنية دي تكون بتكلمهم أصلا. بس بقى على صعيد آخر، أنا خوفي بقى على كل المجروحين، على كل الناس اللي أصلا منظمة نفسها إنها تنسى الناس اللي مشيت وسابتها. لما أنا أسمع عمرو دياب بصوته الجميل وتأثيره في وجداني وتكويني كفتاة سلاسينية، فبالتبعية لازم أتأثر. أحس مثلا وأنا سايقة على طريق السويس إنه إيه ده؟ طب ما هو عمرو دياب أهو بيحن وبيقول أنا بس بطمنك مهما هيحصل ما بيننا في القلب مسكنك. يعني احنا بنزق نفسنا زق انه يخرج من القلب، وبنقعد نتكلم طول الليل مع اصحابنا القريبين وبنقعد نسال السؤال بتاع هو انا بجد هنسى؟ هو انا هيجي يوم وابقى كويسه واخف؟ فيجي عمرو دياب يقول لك يعني مش بحكي عن الرجوع، مش ده الكلام ولا ده الموضوع، انا بطمن عليك مش عايز حاجه منك. ما هو لا، ما هو هنا بقى بصراحه يا نحله لا تقرصيني ولا عايز منك عسل. يعني ما هو يا تمشي كلك على بعضك ومش عايزين سؤال ولا اطمئنان، يا ترجع بقى، يا لما تحس انك عايز تطمن ترجع كلك وتعتذر بقى، او ايا كان شكل النهايه نصلح اللي احنا عملناه ده. مع كل حبي وتقديري وتاثير عمرو دياب فيا وحبي ليه اللي اعتقد بقى واضح جدا لحضراتكم، انا وناس كتير من جيلي، بس انا وقفت قدام الاغنيه دي كتير وحسيت ان لو في حد في مراحل التعافي كده ان ممكن الاغنيه دي توتره جدا، وممكن كمان يبعتها لحد المفروض ان هم خلاص العلاقه انتهت يعني وما يكونش في بينهم كلام، فالاغنيه دي كده تكون حافز انك ايه تنكش بيها. انا بقى بصراحه من موقعي هذا يعني شايفه انه يا ريت ما نعملش ده ابدا، ونفتكر كده مثلا بتقولي نرجع للمكتوب، طب كنت فين وانا دايب دوب؟ ما ينفعش ابدا ابدا نستسلم لاغنيه انا بس بطمنك دي. اغنيه حلوه جدا ومؤثره لابعد الحدود، وشكرا عمرو دياب طبعا، وشكرا جدا جدا عزيز الشافعي، بس الاغنيه موتره جدا جدا وممكن جدا تدفعنا لتصرفات احنا في حل منها وعنها تماما. واحب جدا بقى اعرف رايكم في الكومنتات، هل في ناس حست ان الاغنيه دي مع كل اعجابها بيها وتاثرها بيها لكنها وترتها وخلتها مش عارفه تعمل ايه، ولا لا الاغنيه حلوه في المطلق وهي حقيقي حلوه في المطلق وما عملتش التاثير ده غير ليا انا بس مثلا؟